بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب الحلوين، ازيكم الرجالة؟ ايه الأخبار والأنسات عاملين ايه؟ ازيكم الشباب؟ يا رب يكونوا دايما بخير يا رب. طيب احنا دلوقتي بقى ان شاء الله ميعادنا مع الوحدة التانية، بعنوان المناخ والحياة النباتية والحيوانية في مصر. هندرس 3 دروس. الدرس الأول بعنوان المناخ في مصر، ده عنوان درسنا النهاردة إن شاء الله. والدرسين التانيين عن الأقاليم المناخية والنبات الطبيعي في مصر. طيب، حضرتك فاكر طبعا يوم الخميس اللي في شهر مارس السنة الدراسية اللي فاتت لما كنت في ثالثة إعدادي؟ قال لك الدولة بتقرر إن يوم الخميس أجازة نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات اللي حصلت. طبعا من ساعتها واحنا بقى ايه قاعدين في البيت، لو انتوا فاكرين طبعا ايه، اجازه طولت جدا يعني. ف في الدرس دوت هنعرف بقى ايه يعني ايه احوال مناخيه، يعني ايه امطار. الامطار بتسقط في مصر امتى؟ ايه اكتر الفصول المعتدله في مصر؟ العوامل المؤثره في المناخ. ده كله هنتكلم عنه ان شاء الله. طيب الدرس اسمه مناخ في مصر، فلازم نراجع مع بعض كده تعريفات بتاعت ابتدائي. يعني إيه مناخ؟ المناخ هو وصف حالة الجو لفترة زمنية طويلة. طب المناخ ده، عناصر المناخ عبارة عن ايه؟ حرارة، ضغط جوي، ورياح وامطار. يبقى المناخ معناه وصف حالة الجو من حرارة. يقول لك درجة الحرارة عاملة ازاي، يعني لو انت حضرتك بتتابع نشرة الاخبار او النشرة الجوية او اخبار الطقس على الموبايل بتاع سيادتك، يقول لك ايه؟ درجة الحرارة، متوقع سقوط امطار، وهكذا. لما يكون فترة زمنية طويلة يبقى اسمه ايه؟ اسمه مناخ. وبشكل عام الانسان المصري منذ عهد الفراعنه كان بيهتم اهتمام كبير جدا 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 ب ولغايه دلوقتي بدراسه المناخ، عشان ده بيكون له تاثير على الحياه. يعني الامطار لها تاثير كبير جدا 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 على مصر. في نهر النيل، في قيام زراعه. المناخ كان له تاثير كمان على الاحتفاظ باثار متبقيه حتى الان. يمكن الكلام ده احنا درسناه في درس عوامل قيم الحضارات. كمان المناخ دراسته بتأثر تأثير كبير جدا على إقامة المجتمعات العمرانية. محدش هيروح يعمل مثلا بيوت أو منازل أو مساكن في المناطق الصحراوية عشان الحرارة فيها بتكون مرتفعة. إذا الإنسان المصري اهتم اهتمام بالغ جدا جدا بالمناخ منذ القدم وحتى الآن. بشكل عام، نظرة عامة على المناخ في مصر. مناخ مصر بشكل عام بيتميز بأن هو دافئ شتاء. ترتفع طبعا درجة الحرارة في فصل الصيف في بعض المناطق ونتكلم عنها. أما في فصل الربيع والخريف بيكون الجو لحد ما بيميل إلى الاعتدال. يعني مناخ مصر بشكل عام بيتميز بالدفء في الشتاء وارتفاع الحرارة في الصيف. طب هو كده درس خلص يعني؟ لا، احنا قلنا ملخص عام. بعدين هنتكلم دلوقتي على حاجة اسمها العوامل المؤثرة في مناخ مصر. اشمعنى بعض المناطق عندي بتكون درجة حرارتها معتدلة زي اسكندرية، الساحل الشمالي. في الصعيد الحرارة مرتفعة. بعض المناطق ممكن يسقط عليها تلج. يمكن الكلام ده شفناه من فترة. في بعض المناطق في مصر بيسقط عليها تلج وأماكن أخرى لأ. إيه السبب في ده؟ لازم نعرف حاجة اسمها العوامل المؤثرة في مناخ مصر. طيب، العوامل المؤثرة في مناخ مصر هي الموقع الفلكي. اتكلمنا عنه قبل كده، عرفنا ايه موقع فلكي. الموقع الجغرافي، وكمان مظاهر السطح يعني الارتفاعات. طيب الموقع الفلكي هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. الكلام ده احنا عارفينه قبل كده. طب فكرني كده، مصر بتمتد بين درجتي عرض كام من غير ما تبص على الكلام؟ بص على الخريطة لو انت فاكر. مصر بتمتد عند بين درجتي عرض 22 شمالا و31 ونص شمالا. خلاص. طب هنتكلم على خطوط الطول؟ لا، هو الكلام دلوقتي الجزئية المناخية هيهمنا فيها درجات العرض بس، مش خطوط الطول. تمام. طيب ده معناه لما مصر تمتد في هذه العروض او هذه درجات العرض من 22 ل 31 شمالا، ده معناه ان معظم مساحه مصر تقع في النطاق الصحراوي اللي هو احنا بنسميه مداري جاف. طب المداري الجاف او الصحراوي دوت بيمتد اصلا من كام لكام؟ قال لي والله ده بيمتد اصلا من 18 ل 30. طب هي مصر بتقع عند درجه عرض كام؟ 22. يعني هنا في مثلا على سبيل المثال هنا اهو
ما بين ال 18 وال 30 22. نكمل. طب ايه ده يا مستر؟ ده مصر لغايه 31. ما مش كل مصر مناخ صحراوي او مناخ صحراوي جاف او مداري جاف، لا ده قلنا معظم، الا بعض اطرافها الشماليه المطله على البحر المتوسط بتنتمي لاقليم بحر متوسط او بتنتمي لمناخ بحر متوسط. صعبه الحته دي؟ طيب يبقى عرفنا ليه الموقع الفلكي بيأثر تأثير كبير جدا على الموقع، على مناخ مصر. كمان حاجة اسمها الموقع الجغرافي. ايه الموقع الجغرافي؟ يعني موقع المكان بالنسبة لليابس والمية. طيب أول حاجة نتكلم عنها موقع المكان بالنسبة للمسطحات المائية. حضرتك لما تحب تروح تصيف بتصيف في أسيوط ولا اسكندرية؟ بتاخد بعضك وتروح على الغردقه والجونه والسخنه، ولا بتاخد بعضك وتروح على الوادي الجديد تروح على اسوان؟ طب بتحب تروح الساحل الشمالي ولا تنزل المنيا وبني سويف؟ طبعا لا. ولا يا مستر إيه الكلام ده؟ انا لما احب اروح اصيف اروح لايه؟ المناطق اللي فيها ميه. اذا قرب المكان بالنسبه للمسطحات المائيه بيعمل ايه؟ بيقلل المدى الحراري. بيقلل المدى الايه؟ الحراري. يا مستر يعني إيه كلمه مدى حراري؟ ده الفرق بين درجات الحراره. لو انا عندي حاجتين في المدى الحراري، في مدى حراري يومي ومدى حراري سنوي. المدى الحراري يعني الفرق بين درجات الحراره خلال اليوم، ده اليومي. اما السنوي الفرق بين متوسط درجات الحراره لاحر شهور السنه وابرد شهور السنه. وكده كده التعريف عندك في الكتاب، ترجع بقى ايه تبص عليه تاني وهشرحه لك مره تانيه في السلايد اللي جاي. طيب اذا القرب من المسطح المائي عن القرب من الميه خلاص بيعمل ايه؟ بيقلل المدى الحراري، بيقلل الفرق. يا سما ركز معايا يا سما، بيقلل الفرق بين درجه الحراره يوميا وفي المدى الحراري اليومي والسنوي. طب اعرفه ازاي الكلام ده؟ هعرفه من خلال رصد درجات الحراره خلال السنه في المدن الساحليه والمدن الداخليه البعيده عن البحر. هل درجة الحرارة في اسكندرية عاملة زي درجة الحرارة في أسيوط مثلا أو سوهاج أو قنا أو لا؟ طبعا. تمام. اتنين، الموقع بالنسبة للمسطحات المائية بيأثر كمان في حاجة اسمها أو بيؤدي إلى زيادة معدلات الرطوبة. معدل الرطوبة في المدن الساحلية بيبقى بيزيد شوية ويقل في المدن الداخلية. حلو الكلام. يعني يا مستر كلمة مدى حراري يومي هو الفرق بين متوسط درجة الحرارة العظمى ودرجة الحرارة الصغرى خلال اليوم الايه الواحد. اما المدى الحراري السنوي هو الفرق بين متوسط الحرارة لأحر شهور السنة شهر 7 مثلا وابرد شهور السنة شهر 1 او 2 مثلا. نعرف درجة الحرارة في المكان ده عاملة ازاي ودرجة الحرارة هنا. اعرف الفرق ما بينهم يجيب لك متوسط الايه الحرارة في المحافظة دي او في المكان ده خلال الايه العام. يعني ايه كلمة رطوبة؟ لان طبعا المناطق الساحلية بتزيد فيها الرطوبة، بتقل الرطوبة في المدن الداخلية بعيد عن البحر. يعني ايه مثلا كلمة رطوبة؟ دي نسبة كمية بخار المية اللي موجودة في الهواء الى كمية بخار المية التي يمكن ان يتشبع بها الهواء. نسبة كمية بخار المية اللي موجودة في الهواء، احفظها كده. يعني نسبة كمية بخار المية اللي موجودة فين؟ في الهواء. طيب الموقع بالنسبة لليابس يعني الارض، يعني هل الموقع بالنسبه لليابس بيأثر في المناخ؟ طبعا. خلي بالك ان موقع مصر بالنسبه لليابس ان جزء كبير جدا من مساحه مصر او مدن مصر هي مدن داخليه، مدن بعيده عن البحر زي ما احنا شايفين كده. ادي المدن المطله على البحر اهي: رفح، عريش، اسكندريه، طبعا بقى عندك بورسعيد ودمياط وغيرها، مطروح، السلوم. تمام. في بقى مدن داخليه: القاهره، فيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، اسوان، الاقصر، قنا. المدن دي اسمها مدن داخليه. خلاص. معنى ان مدن داخليه يعني بيسود فيها المناخ القاري. يعني كلمه مناخ قاري هو التفاوت بين درجه الحراره بين الليل والنهار او بين الصيف والشتاء. في فرق واضح كبير بين درجات الايه الحراره. تمام. يعني ده يعني هيبقى في طبعا فرق واسع او فرق كبير في المناطق الداخليه البعيده عن المسطحات الايه المائيه. دي معنى كلمه ايه منطقه قاريه المناخ. يعني ايه الكلام ده؟ يعني
الشتاء عندهم الصيف بتاعهم بيكون حر جدا نهارا، والشتاء بيكون برد جدا ليلا. يعني ايه؟ منطقه زي سوهاج والمنيا واسيوط في الصيف بالنهار حر جدا، في الشتاء بالليل برد جدا. الله، ليه الكلام ده؟ عشان المدن دي بعيده عن المسطحات المائيه، يبقى الموقع بالنسبه لليابس بيأثر. يا علي ركز معايا، يا علي بالله عليك ركز معايا يا علو. بيأثر في مناخ مصر من خلال سيادة المناخ الايه؟ القاري. وده معناه ايه؟ ان بترتفع درجة الحرارة ارتفاع كبير جدا جدا جدا، خاصة في فصل الصيف واواخر الربيع، نتيجة ان في حاجة اسمها موجات حارة بنتعرض ليها احنا بقى دلوقتي خلال فصل الصيف من المناطق الايه؟ الصحراوية. طيب، اما بالنسبة لدرجة الحرارة في المدن الداخلية اهي اللي انا واقف عليها دي اهي، خلاص، بتنخفض جدا 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 في فصل الشتاء بسبب برضو تعرضها لحاجة اسمها الموجات الباردة. طيب، معنى كده ان الصيف بتاعهم حر جدا بالنهار وشتاء برد جدا بالليل، اذا ده بيطلع لي استنتاج، وركز معايا بقى. بستنتج من الجزئية دي ايه؟ ان المدى الحراري اليومي والفصلي بيزيد نتيجة اختلاف درجات الحرارة. واكتر مدينة في مصر بتتعرض لحاجة اسمها تطرف مناخي هي مدينة المنيا. في الصيف بتكون حر جدا بالنهار، في الشتاء بتكون برد جدا بالليل. من اكتر مدن بتتعرض لحاجة اسمها تطرف ايه؟ حراري. طبعا مصر من المناطق اللي بتتعرض لحاجة اسمها ضغط جوي، بتتأثر بالضغط الجوي اللي جاي من فوق اسيا ومن شرق افريقيا، ده في فصل الصيف، وده معناه ارتفاع كبير جدا في درجة الحرارة والرطوبة. فهمنا الكلام ده يا اساتذه؟ وخش على ايه؟ التعريف اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه. يعني ايه قاريه مناخ؟ ده التفاوت، يعني الاختلاف، الكلمه تفاوت يعني اختلاف بين درجات الحراره بين الليل والنهار او بين الصيف والشتاء في المدن البعيده عن مسطحات مائيه، او احنا بنسميها مدن داخليه او مناطق قاريه. طيب، في نقطه ثالثه بتاثر كمان في المناخ، وهي الايه؟ مظاهر السطح. طبعا المناطق الجبليه بتتاثر تاثر كبير جدا جدا بعامل الارتفاع. وحضرتك لو انت فاكر في لما كنا في سنه اولى وثانيه اعدادي، ان كان طبعا مش فاكر بس انا افكرك، يعني في قاعده كانت بتقول اننا كلما ارتفعنا، ايوه شاطر يا مريم بتقول معايا اهي، كلما ارتفعنا 150 متر عن سطح البحر بتقل درجة الحرارة 1 درجة مئوية. إذا في بعض المناطق الجبلية زي جبل سانت كاترين كده، في بعض أوقات فصل الشتاء بتسقط فيه التلج. الله، إيه السبب؟ لما يعني في بعض المناطق المجاورة ليه ما فيهاش تلج، اشمعنى الجبل ده؟ عشان عامل الارتفاع. تمام؟ فطبعا بتنخفض درجة الإيه؟ الحرارة. خلي بالك إن مصر المنطقة، والسؤال ده مهم وخلي بالك هجيب لك عليه سؤال في آخر الفيديو، يا ريت تركز كده وتحاول ايه يعني المعلومه دي يعني تكتبها او تركز عليها وانت بتسمع الفيديو. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. المنطقه الشرقيه من جمهوريه مصر العربيه، شرق او شرق الصحراء الشرقيه، يوجد جبال البحر الاحمر. الجبال دي عامل الارتفاع هو وشكل الجبل نفسه بيأثر عني في المناخ. يعني الجبال دي بتعمل حاجز يا طارق، ركز معايا. لو انا عندي رياح محمله ببخار الماء جايه من البحر الاحمر، خلاص، هتعدي على الجبال، هوبا تخبط فيها، هوبا تنزل الميه. نزلت فين الميه؟ على ساحل البحر الاحمر. هتعدي الناحيه التانيه رياح جافه. يعني رياح جافه يعني ما فيهاش امطار. اذا شكل الجبل او اتجاه الجبل اثر عندي في المناخ. تاني، مظاهر السطح بتؤثر عندي في المناخ من خلال عامل الارتفاع واتجاه المرتفعات. الارتفاع اهو واضح، كل ما برتفع فوق سطح البحر بتنخفض درجة الحرارة، مما يؤدي ايه؟ الى انخفاض درجة الحرارة زي ما انت شايف، وممكن كمان تساقط سلوك. طب اتجاه للمرتفعات يعني ايه؟ شكل المرتفعات. انا لو عندي جبل على البحر المتوسط هيمنع الرياح اللي جاية من اوروبا تعدي على مصر. طب ايه المنطقة اللي في مصر بتتأثر تأثر كبير باتجاه الرياح؟ المناطق الواقعة في شرق الصحراء الشرقية، يعني جبال البحر الأحمر. بتعمل ايه الجبال دي؟ بتؤدي إلى منع
وصول تأثيرات البحر الأحمر إلى داخل مصر. يعني أنا دلوقتي عندي رياح محملة ببخار الماء جاية من هنا، عدت على البحر الأحمر، هوبا تقابل الجبال، هوبا تسقط الأمطار، هوبا تعدي الناحية التانية ما فيهاش أمطار. ليه؟ بسبب إن الأمطار سقطت على هذا الساحل نتيجة إيه؟ اصطدامها بالجبال. خلي بالك ان معظم مساحة مصر مساحة مستوية، وبالتالي او مساحة يعني ما بتأثرش فيها المرتفعات لعدم وجود مرتفعات في مناطق مصر الايه الشمالية، مما يسمح بوصول تأثيرات البحر المتوسط الى الداخل. لكن منطقة البحر الاحمر الجبال دي بتمنع وصول التأثيرات. فهمت يا ليلى؟ ماشي يا استاذة مريم. طيب الكلام ده احنا شرحنا اهوت. طبعا عدم وجود مرتفعات بيساعد على وصول الرياح اهي. دي الرياح الشماليه الملطفه، خلاص سواحل مصر الشماليه ما فيهاش اي اثر للمرتفعات، وبالتالي بتبدا الرياح دي تتوغل داخل مصر، بالاضافه للرياح الشماليه الغربيه اللي بتتاثر بها مصر في فصل الشتاء، وبتكون رياح ممطره ممكن تمتد الى الداخل، تصل احيانا القاهره والفيوم وبعض مناطق شمال الصعيد. حلو الكلام، كلام جميل. تعالى بقى نتعرف على احوال المناخ في مصر في الاربع فصول اللي احنا عارفينهم: صيف، خريف، شتاء، ربيع. فصل الصيف بيشمل شهور يونيو ويوليو واغسطس، ويبدا بعد كده نخش في سبتمبر، فتبدا الاجواء ايه تخف شويه. اواخر سبتمبر بنبدا فصل الخريف. اما فصل الصيف فاحنا بنشعر بيه قوي شهر يونيو اللي هو 6، شهر يوليو اللي هو شهر 7، شهر اغسطس اللي هو شهر 8. طيب انا اجيب لك خريطه المفروض هي موجوده في كتاب حضرتك، وانا كده كده جايبها لك في السلايد اللي جايه. لو موجوده معاك في الكتاب اهي، هنروح بعيد ليه اهي، دي الخريطه اللي قدامي دي. خلاص خلي بالي ان مصر بتمتد بين درجتي عرض 22 صح، 31 ونص. معنى كده ان مدار السرطان بيمر في جنوب مصر اهو، ادي مدار السرطان. في فصل الصيف بقى ايه اللي بيحصل؟ بتتعامد اشعه الشمس على مدار السرطان، كلام بتاع اولى اعدادي. عشان لما اجي اقول لك بعد كده وتقول لاخوك بقى اللي بيذاكر وقاعد جنبك ده او بيسمع حتى الفيديو، قول له يا سيدي الحاجات اللي انت بتدرسها دلوقتي هتنفع معاك بعدين. كنا درسنا في اولى اعدادي دوائر العرض الرئيسيه، وقلنا ان في حاجه اسمها مدار السرطان اللي يمر بجنوب مصر. ده بتتعامد عليه الشمس في الثلاث شهور دول، وبالتالي بترتفع درجه الحراره. في اختلاف واضح في درجات الحراره. خلاص طبعا درجات الحراره بترتفع كلما اتجهنا جنوبا عشان انا بقرب من مدار السرطان، وبالتالي اكتر منطقه بتكون فيها درجه الحراره مرتفعه هي المناطق الواقعه في جنوب اسوان. خلي بالك ممكن يجيب لي بيان بدرجات الحراره، والكلام ده هشرحه باستفاضه ان شاء الله في فتره المراجعه، واجيب لكم نماذج ليها. يقول لك استنتج من خلال درجات الحراره اكثر فصول السنه اعتدالا وهكذا، وهنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله بعدين. طيب اذا من خلال الخريطه اللي قدامي دي هستنتج اكتر من حاجه، ان بترتفع درجه الحراره جدا جدا في المنطقه الواقعه جنوب اسوان. بتبدا درجه الحراره، هو اللون بيبدا يخف اهو شويه، تنخفض تدريجيا سنه سنه كلما اتجهنا شمالا. الجهات الشماليه اللي فوق اللي يعني اسكندريه بتختلف طبعا، فيها درجه الحراره بتبدا تنخفض الى حد ما عشان انها بتتاثر بالمسطحات المائيه اللي هو البحر المتوسط. بعض المناطق اللي في جنوب سيناء كمان بتنخفض فيها الحراره في فصل الصيف. الله ازاي يا مستر؟ عشان ارتفاع السطح، والكلام ده قلنا قبل كده. في بعض المناطق الداخليه القاريه البعيده عن البحر، يعني القاهره بقى، فيوم، بني سويف، الخط الصعيد ده كله وانت نازل بقى، المناخ طبعا بيكون مناخ قاري. بيكون الصيف بتاعهم بالليل بتنخفض شويه درجه الحراره، بتنخفض شويه مش كتير. تمام. طيب نيجي بالنسبه للرياح. مصر بتتعرض فصل للصيف الى نوعين من الرياح. اول رياح اسمها الرياح الشماليه التجاريه، دي جايه من البحر المتوسط، وطبعا ايه بتكون رياح جافه يعني ما فيهاش امطار. لو انت حضرتك قاعد على البحر في اسكندريه بتبدا تستمتع بنسمه هواء جميله جايه من البحر المتوسط،
بتلطف من درجة الحرارة اهي قدامك على الخريطة. دي اسمها رياح شمالية تجارية. مصر كمان بتتعرض لرياح شمالية شرقية جاية من قارة آسيا اهي. طب بالنسبة للأمطار، هو فصل الصيف فصل سقوط مطر؟ لا طبعا، وبالتالي تندر، يعني صعب جدا تسقط أمطار في فصل الصيف. نخش على أحوال المناخ في مصر في فصل الخريف. درجة الحرارة طبعا هو فصل خريف يعني بيشمل ايه؟ شهر سبتمبر، اواخر سبتمبر يعني، اكتوبر، نوفمبر، وجزء من ديسمبر بعد كده، او اواخر لغايه اواخر ديسمبر. الفصل الخريف هو من افضل الفصول في مصر. ليه فصل الخريف من افضل الفصول المناخيه في مصر؟ هو فصل انتقالي بين الصيف والشتاء، وافضل فصول السنه عشان الجو في المناخ فيه بيكون معتدل، مفيش تطرف مناخي، درجات الحراره معتدله الى حد ما، مش زي الصيف والشتاء في اختلاف كبير من درجات الحراره. خلاص. كمان فصل الخريف مش بيشهد بعض الاضطرابات الجويه زي ما بيحصل في فصل الربيع. يعني لما تيجي الاستاذ سعاد حسني تقول لك الجو ربيع الجو بديع والدنيا ربيع وقفله على كل المواضيع، لا لا، الجو في مصر فصل الربيع فصل سيء جدا، مش افضل الفصول، بالعكس. لو حبينا نعمل اغنيه نعمل اغنيه على فصل الخريف، نقول له تعرف يا واد يا شريف ان احسن فصل فصل الخريف. تصدق والله بعرف اغني، والله بعرف اقول شعر اهو. احسن فصل في مصر هو فصل ايه؟ فصل الخريف. ليه؟ المناخ فيه معتدل، مفيش تطرف مناخي، لا يوجد فيه اضطرابات جويه. طيب احنا قلنا المناخ معتدل صح؟ يعني اشعه الشمس متعامده يا ترى على مدار السرطان ولا لا؟ طبعا لا، الشمس متعامده على خط الاستواء، وبالتالي الشمس بعيده شويه عننا، فيحدث اعتدال في درجات الايه؟ الحراره. مصر بتتعرض لنوعين برضو من الرياح في فصل الخريف، حاجة اسمها رياح شمالية اهي رقم واحد، ورياح شمالية غربية. بالنسبة للمطر ممكن يسقط، يعني يبدأ في بعض الفترات تسقط فيها الأمطار على الساحل الشمالي. ممكن كمان منطقة الجبال اللي موجودة في جبال البحر الأحمر أو المثلث الجبلي في جنوب سيناء قد تسقط عليها أمطار، ولما بتسقط خلي بالك بتكون سيول، زي اللي مصر تعرضت لها في الفترة بتاعت شهر مارس كده. ده كان بقى لما اجي اتكلم عنها، ده يبقى فصل الايه؟ الربيع. وكمان في فصل الخريف احيانا بتسقط ايه؟ امطار، ولما بتسقط على جبال جنوب سيناء او جبال البحر الاحمر بتكون سيول، ليها اثار تدميرية جدا جدا جدا. تمام. خلي بالك هنا جبال جنوب سيناء وجبال البحر الاحمر زمن اركي، خلي بالك ممكن يجيب لك ايه؟ ايه يعني يربط لك ما بين درس التضاريس ودرس المناخ. انت فاهمني؟ طيب نيجي بقى في فصل الشتاء، اللي انا يعني عن قناعه شخصيه بحب الشتاء جدا، كائن شتوي بحب الشتاء الصراحه. في طبعا ناس هتزعل مني، بس انا الصراحه بكل فخر يعني بحب الشتاء الصراحه يعني. طيب بيشمل عندي اواخر ديسمبر، يناير، فبراير، وجزء من مارس بعد كده. طيب درجة الحرارة، الشمس بقى تبعد عن منطقة مدار السرطان ومنطقة خط الاستواء، وتروح هناك بقى في نصف الكرة الجنوبي تتعامد عندهم، يبقى عندهم هم هناك صيف واحنا عندنا شتاء. ليه عندنا احنا شتاء عن الشمس بعيدة عننا شوية؟ تتعامد الشمس على مدار الجدي فتنخفض درجة الحرارة بشكل عام في مصر. تمام. وبتنخفض اكتر وبتبقى واضحه جدا جدا هذه او هذا الانخفاض الواضح في درجات الحراره يا ابو حميد في المناطق الجبليه والداخليه. جبليه فكريني زي ايه؟ برافو عليك، جبال بحر احمر، والجبال ايه كمان؟ برافو عليك، جبال جنوب سيناء، شاطرين يا رجاله. وايه كمان؟ وبعض المناطق الداخليه، يعني بقى اسيوط، قنا، المنيا، بني سويف مثلا على سبيل المثال. طب بالنسبة للمطر، قال لي والله فصل الشتاء ده هو فصل سقوط الأمطار. فصل سقوط الايه؟ الأمطار. وطبعا شهد الشتاء الماضي يعني شوية أمطار محترمين جدا، وقعدنا بسببهم في البيت وانتوا خدتوا كام يوم أجازة حلوين يعني. 90% من المطر السنوي اللي بينزل على مصر بينزل فصل ايه؟ الشتاء. طيب من أكتر الأماكن اللي بتتعرض لسقوط أمطار في مصر، منطقة الايه؟ الساحل الشمالي اهو زي ما حضرتك شايف كده. ومصر بتتعرض لنوعين من الرياح،
الرياح الشماليه الغربيه دي اكتر رياح بتؤثر عندي في او تكون سبب في سقوط الامطار اهي باللون الاحمر قدامك على الخريطه. دي اسمها رياح شماليه غربيه. بتهب طبعا نتيجه او بتاتي الى مصر نتيجه وجود حاجه اسمها منخفضات جويه بتعبر فوق البحر المتوسط. بيتاثر بيها شمال مصر. طبعا بتكون رياح محمله ببخار الماء وبالتالي تؤدي لسقوط امطار. اكتر منطقه بتتاثر بسقوط الامطار هي المنطقه اللي عليها اللون اللبني ده شويه اهو. خلاص. هي منطقه شمال مصر، منطقه الساحل الشمالي، شمال الدلتا، شمال سيناء، وتبدا تخش عندي لوسط الدلتا، تبدا تقل شويه في جنوب الدلتا ومنطقه القاهره وبعض المدن في شمال الصعيد. خلاص. بيقل تاثيرها شويه كل ما اتجهت جنوبا. اكتر مكان بيتاثر فيه بدرجات بالرياح الشماليه الغربيه منطقه ايه؟ اسكندريه والساحل الشمالي. طبعا اسكندريه من اكتر المناطق اللي فيها ايه؟ سقوط امطار. طيب اللون الثاني او النوع الثاني من الرياح حاجه اسمها رياح شماليه تجاريه، ودي رياح بتكون بارده احيانا في الشتاء. معايا يا ساره؟ تلاقي الجو ساقع جدا وحضرتك بقى ماشيه في الشقه بسم الله ما شاء الله، حتى يعني فوق دماغك ايه 3 بطاطين ولابسه 3 لا مؤاخذه ماسك شرابات في رجليك وحاطه الايس كاب في دماغك والجوانت في ايديك وماسكه بسم الله ما شاء الله 3 4 مجات حاجه سخنه بقى شاي ولا نسكافيه ولا حاجه، فتلاقي نفسك ايه سقعانه جدا وخايفه تدوسي على البلاط بتاع الشقه او قافله البيبان وقافله الشبابيك وقافله كل حاجه وبرضه سقعانه. هو ايه بقى ايه اللي بيحصل في مصر بقى في الفتره دي؟ دي حاجه اسمها رياح شماليه تجاريه. روحي بقى كلمي بابا وقولي له بقى لما يحصل قولوا له يا بابا احنا انت مش عارف الجو برد ليه؟ ده عشان مصر فيها حاجه اسمها رياح شماليه تجاريه. هيبص لك كده من فوق لتحت يقول لك ايه؟ امشي يا ماما، يلا يا ماما. الرياح دي بقى بتكون بتيجي لمصر من المناطق البارده اللي في اوروبا. بتكون رياح جافه بتؤدي لانخفاض شديد جدا في درجات الحراره بس ما بتسقطش امطار. اما الرياح اللي بتسقط او بتسقط امطار على مصر هي الرياح الشماليه الغربيه. طب الشماليه التجاريه بس اللي في الشتاء بتكون موجات بارده يستلزم منها طبعا ايه؟ شويه بقى ايه؟ شوربه بقى والحاجات الحلوه اللي بتدفي دي. ماشي. نخش على فصل الربيع، وهو الفصل اللي بيبقى من اواخر مارس ويخش معاه لغايه ابريل ومايو وجزء طبعا من يونيو بعد كده. الشمس ترجع تتعامد تاني على دائره الاستواء، وده معناه في اعتدال الى حد ما في درجات الحراره بس بترتفع درجه الحراره تدريجيا طبعا مقارنه بالشتاء. يعني درجه الحراره في 4 و5 اكيد غير شهر يناير. تمام. هي بترتفع الى حد ما. هو بشكل عام الدفء بيسود خلال هذا الفصل خاصه في شهري ابريل ومايو. اذا تتعامد الشمس على دائره الاستواء في ارتفاع تدريجي في درجات الحراره مقارنه طبعا بالشتاء. يبدا الدفء يسود خلال شهر ابريل ومايو. طب بالنسبة للمطر احنا قد تسقط بعض الأمطار في خلال فصل الربيع بالذات في شهر مارس أو إبريل على منطقة الساحل الشمالي. ممكن برضو زي ما حصل عندي في فصل الخريف أو في تشابه أهو ما بين الخريف والربيع إن ممكن أو قد تسقط أمطار فجائية تحدث آثار تدميرية نتيجة السيول على جبال جنوب سيناء والصحراء الشرقية. يعني الكلام هنا على جبال البحر الأحمر. طيب بالنسبة للرياح ايه اخبار الرياح؟ قال لي مصر في فصل الربيع بتتعرض لنوعين من الرياح. حاجة اسمها رياح الشمالية اهي. خلاص. تمام. دي بتهب على معظم انحاء مصر بالاضافة لرياح الخمسين طبعا بتكون محملة بالرمال والاتربة الاعاصير اللي بتحصل والتراب اللي يكون عالق في الجو الفترة، والناس اللي عندها امراض جيوب انفيه او غيرها بتبقى تعبانه خلال تلك الفتره نتيجه ان الرياح دي بتكون منخفضات جويه جايه من الغرب للشرق بتعدي على بعض المناطق الصحراويه بتاثر بها بعض سكان الوادي والقاهره والدلتا. بتكون جايه من الغرب للشرق وبتستمر عندي من يومين الى 3 ايام. احنا كده خلصنا الدرس.
زي ما اتعودنا في كل فيديو مع بعض ان احنا بنعمل ايه؟ بنراجع. برافو عليك. طيب ادي طبعا الرياح الايه الشماليه اهي، وادي الرياح الايه الخمسيه. تعبت؟ معلش انا عارف حسيت انت تعبان شويه، يعني راجع شويه وايه واسيبك بقى تريح. ماشي، يلا بينا، يلا يا سيدي. بيقول لي هنا يا استاذه منار: تتوقع ان يقل المدى الحراري اليومي والسنوي بصورة أكبر في مدينة. إيه المدينة اللي المدى الحراري فيها قليل؟ يعني مفيش اختلاف كبير بين درجات الحرارة خلال اليوم أو خلال السنة. يا ترى السلوم، بني سويف، أسيوط، أسوان؟ لا مش أسوان، هي السلوم. ليه يا مستر السلوم؟ عشان مدينة السلوم على البحر المتوسط، المسطحات المائية بتقلل المدى الحراري. طب يا مستر الكلام أهو يا حبيبي على الخريطة أهي. فين السلوم؟ أهي. نعمل عليها زوم على السلوم أهي. شفت يا سيدي؟ عشان مطل على البحر الايه المتوسط، وبالتالي بيقل المدى الحراري اليومي والسنوي. الصورة اللي قدامي دي صورة لمنطقة في مصر. خلاص، بتتأثر عندي او عامل الارتفاع، خلاص، واتجاه الجبل بيأثر عندي في المناخ. يعني احد العوامل المؤثرة في مناخ مصر هو ايه؟ عامل المسطحات او المناطق المرتفعة. تمام. المناطق المرتفعة دي بتكون بيهب عليها رياح محملة ببخار الماء، تسقط أمطار على الجانب الشرقي للجبل، تعبر المنطقة التانية ما فيهاش رياح، ما فيهاش أمطار، تبقى رياح جافة. المهم بقى الشكل ده يا ترى هو موجود فين في مصر؟ يا ترى في شمال مصر ولا جنوبها ولا شرقها ولا غربها؟ راجع معايا خريطة مصر وافتح الكتاب ودور. ها، هي أنهي مكان في مصر بيتأثر بهذا النوع؟ إيه المكان اللي فيه جبال؟ برافو عليك يا أستاذة مريم، المنطقة الشرقية، جبال البحر الأحمر. طيب مصر خلال شهر إبريل بتتعرض لحاجة اسمها انخفاضات جوية جاية من الغرب إلى الشرق طبعا. بينتج عنها هبوب رياح إيه؟ شمالية خمسين، شمالية تجارية، عكسية شمالية غربية. واحد يقول لي يا مستر ده جاي من الغرب تبقى عكسية شمالية غربية. لا، شهر إبريل ده فصل إيه يا ناصح؟ فصل الربيع. وفصل الربيع مصر بتتعرض ليه رياح الايه؟ شاطر يا دارين، رياح الخمسين. برافو عليك. طيب نيجي الأسئلة المقالية. بيقول لي ايه؟ بما تفسر انخفاض درجات الحرارة في نسبيا في كل من كفر الشيخ وسانت كاترين. ليه في كفر الشيخ درجة الحرارة بتقل؟ بسبب عامل المسطحات المائية. ماشي، عشان هي قريبة من البحر المتوسط. طب وسانت كاترين؟ عشان على جبل سانت كاترين. يعني ايه بقى عشان منطقة جبل سانت كاترين؟ يعني عامل الارتفاع بيأثر. ماشي يا سيدي، انت عايز تقول لي كده يعني. يبقى تنخفض درجة الحرارة في كفر الشيخ عشان بتتأثر بالمسطحات المائية اللي هي البحر المتوسط، وبتنخفض كمان درجة الحرارة في سانت كاترين بسبب ارتفاع السطح. طيب، برهن على صحة العبارة. ماشي، هتبرهن. يلا يا سيدي. على الرغم من ان فصل الخريف افضل فصول السنة مناخا بمصر، إلا أن به بعض الفترات تمثل خطورة. أنت عمال تقول لي يلا يا ده شريف نحتفل بفصل الخريف، ورغم كده بتقول لي فصل الخريف ده ممكن يبقى فيه خطورة. خلي بالك إن ممكن بعض المناطق زي جبال جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر تسقط عليها أمطار مسببة لحدوث سيول تؤدي إلى آثار تدميرية. احنا كده يا محمد افندي، يا عبد الرحمن، يا سيف، يا زياد، يا مؤمن، يا طارق، يا علي، يا ساره، احنا كل الناس الحلوين كده احنا راجعنا مراجعه كويسه وشرحنا الدرس. والقاكم ان شاء الله في الدرس القادم. لكم مني اطيب الامنيات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.